أطلق أسطورة الاتحاد ونجم النصر السابق محمد نور تصريحات نارية عن سوء مستوى فريق الهلال خلال الموسم الجاري والمنافسة الشرسة على لقب الدوري وشخصية البطل التي تساعده على التتويج بالألقاب في النهاية. وقال محمد نور في تصريحات صحفية: شاهدنا الأربعة الكبار النصر والهلال والشباب والاتحاد وجها لوجه، سواء في ديربيات أو لقاءات الكلاسيكو بالمملكة، وأتحدى أي مشجع يقول أن بينهم مباراة واحدة بها كرة قدم جميلة. وتابع أسطورة الاتحاد: ديربي النصر والهلال الشوط الثاني كان الأفضل بين جميع قمم الدوري الموسم الجاري، وهذا بسبب تراجع الزعيم للدفاع وإهداء العالم الاستحواذ. ووصل نور: يأتي مشجع يقول لماذا الهلال محتكر للبطولات عن غيره من الأندية، لأنه يمتلك شخصية البطل ورغم سوء المستوى، إلى أنه لا يزال منافس شرس على صدارة الدوري. واختتم نجم الاتحاد السابق تصريحاته قائلا: الهلال حاليا سيء، بل أسوأ من السيء، ورغم ذلك في الوصافة، وإذا تعافى سيحقق الدوري رغم ظروفه وحرمانه من التعاقدات.